السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. إن شاء الله النهاردة نتعلم بكل بساطة إزاي نعمل السمك الفيليه بيبقى مقرمش وبطبقة جميلة. هنجيب على حسب انت جايبة ده كيلو من السمك الفيليه، بجيبه واغسله كويس واعصر عليه ليمون واصفيه كويس جدا. بعد كده نعمل بقى الخلطة اللي هيتنقع فيها. بجيب حاجة البولة اللي هنقع فيها الخلطة بتاعتي دي، وانزل فيها معلقة توم كبيرة كده، يعني ايه بتاع نص راس توم، وتنزل عليه عصير 3 ليمونات، وبعدين معلقتين كبار خل، والتوابل بتاعتي سنة شطة، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، جنزبيل بودر واحط برضو بتاع نص معلقة، وحطينا معلقتين بما يعادل معلقة كبيرة غرامية توم بودر، ده اساسي فيها. الكركم كمان معلقة كده كبيرة برضو كركم، حلو مع السمك. وديت حبهان مطحون على ورق لورا طبعا، والكمون ومعلقة كمون، وده روح السمك بيبقى الكمون. وبعدين اقلب كويس البهارات مع الليمون مع الخل، وازود كمان معلقة خل كده عليهم، وهضيف بيضة للمكونات، وطبعا الملح بتاع ايه معلقة كبيرة كده بس ممسوحة، وايه واقلب المكونات بتاعتي دي كلها كده، امزجها ببعض. خلطة في منتهى الجمال والريحة طالعة عالمية. وبعد كده اجيب السمك بتاعي وانزله في الخلطة دي كده، واركن غيره. هعمل الكمية بتاعتي كلها واركنها، وبعد كده نكمل بقية الخطوات. ودلوقتي حبايبي انا خلصت من تتبيلهم كلهم، هركنهم كده بتاع نص ساعة في التلاجة واجهز بقية الحاجة بتاعتي. حبايبي وانا عندي بتاع نص مكرونة جايباها بلدي جميلة ومنضفاها، بيبقى طعمه زي الجمبري. نعمل الخلطة بتاعته السريعة لأي سمك: توم، عصير ليمون، كمون طبعا ده اساسي بتاع معلقة كده مليانة كبيرة، توم باودر نص معلقة، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة كركم، واعجنها كده كويس قوي، واضيف عليها معلقة خل كبيرة، واروح جايبة ملح بتاع معلقة صغيرة مليانة كده، اقلب خلطتي كده بقت جاهزة. اروح جايبة السمك بتاعي وانزل الخلطة دي كلها عليه كده، واخلطها بيه كويس كده. طبعا الواحد بيبقى في البيت بيعمل، انا ما بحبش البس جلافز، بعمل لاولادي وكل شويه بغسل ايدي. طبعا كده انا تبلتها، برضو اسيبها وابتدي بقى اعمل ايه الخلطه اللي هعمل بيها ايه السمك الفيليه. نبتدي بقى نعمل الجراب او اللي هيكون مغلف التغليفه بتاعه السمك الفيليه. طبعا بجيب هنا بتاع كوبايه ونص من الدقيق، واضيف عليهم معلقتين كبار من النشا، يعني يعتبر ايه كل كوبايه دقيق تاخد ايه معلقه نشا عشان تطلع الطبقه مقرمشه وحلوه. ازود لها كمان نص كده، والبهارات اللي كنت حاطاها على السمك هحط منها على الدقيق: الكركم نص معلقه صغيره، معلقه صغيره مليانه توم باودر، كمون،
نص معلقة جنزبيل بتاع ربع معلقة، ومعلقة صغيرة ملح، بحيث ان انا ابهر الحاجة اللي ايه اللي هعمل بيها الغلاف بتاع سمك الفيليه بتاعي. بعد ما سيبنا السمك في التلاجة بتاع نص ساعة طلعناه والتتبيلة احنا عاملينها سوا، هنجيب حاجة كده واعمل ايه ابدرها كده عشان احط عليها السمك، وبعد كده اخد القطعة واروح متبلة كده كويس من فوق ومن تحت، وايه واروح حطاها فوق الدقيق على سرفيز او اي حاجة تانية كده، واجيب قطعة تانية اهي اغطسها كده في التتبيلة اللي احنا عاملينها بالدقيق والنشا، وانفض كده واروح حطاها. هكمل بقية المجموعة وبعد كده نشوف بقى ايه هنقلي ازاي. بنفس التتبيلة اللي عملتها ده هجيب السمك المكرونة اللي هو البلدي الصغير الحلو ده، وبرضو انزل كده واتبلها اغلفها، وبعدين انفض كده من الدقيق واحط في طبق كده جنبي، وبعد كده نروح بقى نشوف هنقلي الحاجة بتاعتنا دي ازاي. جبنا الحاجة اللي هنقلي فيها الوok او طاسة، ونروح نسمي الله، الزيت يسخن، تنزلي الحاجة بسم الله، سمي كده خلي الحاجة يبقى فيها بركة. لما تتقلي كده وتتحمر على الوش اللي تحت ابتدي اقلبها واكمل ونشوف النهاية. بصوا حبايبي ما شاء الله ذهبي وحلو ومقرمش، نشيله بقى حلو اللون ده كده اللي وصله، وايه ونكمل بقية السمك. دلوقتي حبايبي بعد ما قليت الحاجة وعملت شوية سلطة ورز صيادية، وعندكم طريقته على القناة، جربوا هيعجبكم جدا. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.